امسح اللينس. حط ايفكت. الحلقه دي تم اعدادها قبل الحرب على غزه وقبل المقاطعه، فيا ريت تصبروا معايا عشان خاطر الحلقه دي مش بتتكلم على بيبسي بشكل حلو خالص. بيبسي ولا كوكا كولا؟ كولا. لا كوكا كولا طبعا. بيبسي. كوكا كولا. بيبسي. بيبسي ولا كولا؟ بيبسي. كوكا كولا. بيبسي. بيبسي ولا كوكا كولا؟ بيبسي. بيبسي. لا علي صوتك والنبي. بيبسي. بيبسي ولا كوكا كولا؟ بيبسي. بيبسي. كوكا. كوكا كولا. بيبسي. لا بيبسي طبعا. بيبسي ولا كوكا كولا؟ بيبسي طبعا. بيبسي. بيبسي فور ايفر. بيبسي ولا كوكا كولا؟ بيبسي. كولا. بيبسي ولا كوكا كولا؟ صراحة مش عارفة. عايز بس الرقاق اللي انت بتعمليه ده اللي هو بالزيتون ده بالجبنه. هو المتعارف عليه بيبسي، بس تحس ان كوكاكولا هنا يعني ليه ما بتجاوبش على اندر ريتد شويه، فانا هقول كوكاكولا. شايفين الازازه دي؟ الازازه دي اقوى مني ومنك ومن الزمن ومن الايام، لان الازازه دي وراها تيم ياكل الزلط. العالم في حيره لحد يومنا ده، بيبسي ولا كوكاكولا؟ تيجي تسال الويتر تقول له لو سمحت عايز بيبسي، فيقول لك لا والله معلش كوكاكولا. عارف لو قلت له كوكاكولا هيقول لك لا والله معلش الموجود بيبسي. وده كان الحال في واحد من اكبر واشرس الاسواق الموجوده في العالم، وهو السوق الامريكي. بيبسي ولا كوكاكولا؟ في اوائل التسعينيات الصراع ما بين كوكاكولا وبيبسي على مين يكون ليه الحصه الاكبر من السوق كان واخد كذا شكل، واللي انا جاي اتكلم عليه النهارده هو الاعلانات والهويه بتاعت الشركه، خصوصا ان المنتجين اللي هم بيبيعوهم شويه ميه غازيه بسكر، لا اكتر ولا اقل. كوكاكولا تعتبر هي اللي واخده وضعها لان هي الاقدم وبتمثل الاوريجيناليتي، فكانت بتركز اكتر على الموضوع ده في اعلاناتها. بيبسي بقى خدت سكه تانية خالص، وكانت سكه عبقريه الحقيقه، وهي ان الشركه هتاخد اتجاه الكول، الجيل الجديد، جيل بيبسي. وعلشان يزرعوا الفكره دي اعلاناتهم كانت كلها روشه، فيجيب لك مثلا مايكل جاكسون، شاكيل اونيل الديزل اسطوره السله، وهو الواد الصغير بيذله عشان خاطر يديله بس بق بيبسي واحد. لعيبه الكوره اللي مدغدغه الدنيا زي بيكهام ورونالدو، لا مش ده، انا قصدي على الحقيقي، رونالدو الحقيقي. حقيقي اعلانات بيبسي كانت مميزه جدا، واي حد يتمنى ان هو يشتغل في الكرييتيف تيم بتاع اعلانات بيبسي، بس لان الافكار الحلوه اللي كانت بتتعمل دي كانت سابقه عصرها بشكل غير طبيعي، واللي كانت بتعتمد بشكل اساسي على تشجيع المستهلك ان هو يشتري بيبسي علشان خاطر يكون كول زي بطل الاعلان بشكل فيه كوميديا شويه. لكن سلاح بيبسي الاقوى كان في تشجيع جيل بيبسي ان هو يكسب. ايوه يكسب عن طريق ان هو يجمع نقط او كوبونات ويكسب بيها هدايا. موضوع الهدايا ده كان عبقري جدا الحقيقه، اصل يعني مين مش عايز يكسب؟ يعني بذمتك مين مش عايز يكسب حاجه من ايد القمر ده؟ لكن من ضمن الاعلانات الروشه بتاعت جمع واكسب في اعلان اتعمل سنه 95 هيطير وهيقلب كل الموازين في عالم الاعلانات في العالم كله، والاعلان ده هو اللي انا جاي اتكلم عنه اصلا. هسيبكم بقى تشوفوا الاعلان، ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ما ناخدش كوبي رايت، يعني احنا مش ناقصين. Introducing the new Pepsi Stuffed Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the boss. الاعلان ده بيقول ان انت ممكن تبقى شبه الشاب الروش اللي طالع في الاعلان ده، يعني مثلا ممكن تجيب التيشيرت بتاع بيبسي مقابل 75 نقطه، والجاكيته الجلد دي لو جمعت 1450 نقطه، وفي بقى كتالوج فيه يعني شويه تجميع كده لكل الحاجات اللي انت محتاجها. وفي الاعلان ده بيقول لك ان الشاب الروش ده جاب الطياره المقاتله اللي هي من طراز هارير جيت في مقابل 7 مليون نقطه بس، وطبعا بيطلع يقول لك احسن من الباص. Sure beats the boss. اكيد طبعا احسن من الباص، يعني هو اي حاجه احسن من العربيه الصندوق اللي انا كنت بروح فيها المدرسه عامه يعني. لا بس معلش ثانيه واحده كده، ارجع لي يا حسان كده، ارجع لي كده، ناخد الاعلان من زاويه تانية. 7 مليون نقطه هتكسب بيهم طياره هارير جيت اللي هي كانت بتاعه توم كروز في توب جن،
الإعلان كان كده. الإعلان مر على الناس كلها مرور الكرام، لكن على جون لينارد كان بالنسبة له حاجة مختلفة. جون لينارد كان شاب أمريكي عنده 20 سنة في وقت ظهور الإعلان ده، متربي على جيل بيبسي من وهو قد كده اهو. اتربى بيشوف إعلانات بيبسي، بيجمع، بيكسب. جون كان شاب جريء، ويمكن جرأته دي هي اللي سبب كل اللي هيحصل له. جون كان شغال مرشد لمتسلقي الجبال في أجازة الصيف في المدرسة. يا أخي ده أنت جريء جدا يا عم، مفيش جرأة كده يعني. وفي يوم من أيام أجازته لقى شوية شباب معاه في المدرسة عمالين يقطعوا الليبل بتاع شركة بيبسي من على الأزايز. في يا جدعان؟ قالوا له إن في إعلان لبيبسي بيقول إنك لو جمعت 1450 نقطة تكسب جاكيتة جلد زي بتاعة توم كروز في موضوع بقى بتاع توب جان ده. وبس بقول لك ايه، بس في حوار ضحك فشخ في اخر الاعلان ده والله. بس يعني بقى شوف الاعلان كده وانت يعني في موضوع ضحك قوي في الاخر يعني، بقى شوفه بس. روح جون عشان خاطر يشوف الاعلان، وشاف ان في مقابل 7 مليون نقطة ممكن يكسب هارير جيت، وتربست في دماغه بقى ان انا عايز اكسب الطيار. خلينا نحسب الحسابات كده عشان خاطر تبقى معايا في الصورة، عشان لو انت عايز تكسب الطيارة هتعمل ايه. طيب كل باكيتة اللي هي فيها 12 كان بيبسي ب5 نقط، ده معناه ان انت محتاج تشتري 1,400,000 باكيتة، يعني بمعنى اصح 16 مليون كنزاية علشان تجمع ال7 مليون نقطة. او بمعنى تاني انت محتاج تشرب على الاقل 190 كنزاية في اليوم لمدة 100 سنة، يعني انت هتموت اوفر دوز تكريع، يعني استحالة صح؟ جون لينارد قال لك لا مش مستحيل. جون لينارد لما كان شغال مرشد في الجبل اتعرف على راجل هناك اكبر منه ب20 سنة اسمه تود. تود كان من الناس الاغنياء، بس الناس الاغنياء اللي عايشين حياتهم، فاهم الدنيا وما عندوش اي حاجة يبكي عليها. جون وتود بقوا صحاب جدا، لان تود تقريبا شاف نفسه يمكن في جون ان هو جريء. جون كلم تود وقال له في حوار كده، وبعت له الاعلان وقال له ان هو بيفكر يجمع للطيار. تود ما ترددش، قال له اعمل لي يا باشا بيزنس بلان وتعالى اعرضها عليا، ولو عجبتني الفلوس بتاعتك. عمل جون البيزنس بلان وقال له بص يا تود يا اخويا، احنا كده هنشتري تقريبا اللي هم 1400 باكيت بيبسي، وانا هنحاول ان احنا نأجر 6 مخازن، وهنوظف من حوالي 45 لحد مثلا 50 عامل كده، وسواقين بقى، وناس تشيل الليبل من على بيبسي، وناس تشيل بتاعه الكنزايه. ويعني العمليه دي كلها مثلا بعد حوالي 2-3 من العمل الدؤوب والشغل الجامد قوي هنقدر ان احنا نكون ان شاء الله جمعنا ال7 مليون نقطه عشان خاطر نجيب الطياره. قال له الكلام ده يعني بتكلفه بسيطه، يعني بتاع حوالي يعني 4.5 مليون دولار بس يعني، وخلي عنك خالص. تود قال له انت هتستعبط يالا، انت فاكرني مين؟ انت فاكرني تود عنخ امون؟ بصراحه تود في الحقيقه قال له هي الفكره حلوه، بس يعني هي صعبه جدا. اصل يعني في كذا سؤال. اول سؤال، احنا هنعمل ايه بالطياره اصلا؟ يعني مثلا الطياره دي انت عشان تركبها لازم تكون متدرب تدريب عالي جدا. اولا سواقه الطياره الحربيه غير السواقه العاديه. لا، وانا هنا مش قصدي على سواقه العربيات، لا انا قصدي غير سواقه الطيارات العاديه، لانها بتطير على ارتفاع حوالي 18,000 قدم، ولازم تكون بتقدر تتحمل ضغط معين او جي فورس بيوصل لدرجه 9 جي، واللي بيحتاج تمارين كتيره جدا وتدريب اكتر. وكمان في طيارين بيغمى عليهم اثناء التدريب، لان درجه الاغماء بتكون اصلا من 8 جي، فما بالك بقى ان انت تسوق فعلا طياره حربيه بجد وتطلع تكروز في السما كده فوق يعني. والفكره ابتدت تتلاشى من قدام تود تماما، لانه هو بصراحه فكر بالعقل يعني، وما اقتنعش خالص بالحجج بتاعه جون ان احنا ان شاء الله باذن الله هنجيبها بس ونتعلم عليها. يا ابني هي عجله، طب نأجرها. يعني انا مش فاهم انت ليه مصمم تعملها ان هي عجله. لكن جون بقى الفكره كانت مشعشعه في دماغه، وهو فعلا كان نفسه يكسب الطيار، هو عايز الطياره يا جدعان. بعد شويه جون اتسحل في الدراسه لكنه منسيش الحلم. وفي يوم كان ماشي في المول عادي كده، لقى اعلان بيبسي بتاع جمع واكسب، ولقى فيه الكتالوج، فقالك طب يعني اشوف لي بقى حاجه بقى، يعني جاكيته جلد بقى ولا بتاع، يعني الهدوم بقت نار. وبعدين برضو الحاجات كل الحاجات اللي انا اشتريتها دي، شويه النقط دي هتروح عليا ولا هعمل فيها ايه يعني. وهو بيقرا لقى ان في حاجه بتقولك ان انت ممكن تشتري بيبسي بوينتس، والبوينت الواحده ب10 سنت. ده كان معمول للناس اللي فاضل لها شويه بوينتس صغيرين على الحاجات اللي هم مجمعينها فعايزين يكسبوها. بس جون بص للموضوع ان الكلام ده معناه ان هو علشان يجمع 7 مليون نقطه حق الطياره الهارير ممكن يدفع 700,000 دولار بس. بعد ال4.5 مليون دولار ممكن يدفع 700,000 دولار بس. جري جون على سماعه التليفون زي المجنون عشان خاطر يكلم تود، واول ما تود سمع الكلام ده قال له هات لي الكتالوج ده وتعالى لي. وبالفعل لقى ان كلام جون سليم، وبناء عليه قال له اتفضل يا باشا، ادي الشيك ب700,000 اهم، بس امان عليك يا شيخ، امان عليك،
اول والنبي ما تجيب الطياره بس تديني لفه، عايز كده بس اجرب الحركه بتاعت توم كروز وعدي كده الطياره ما بين برجين التجاره العالمي كده، فاهمين؟ بيبسي كانت عامله فورم كده بيتحط فيها المبلغ والكوبونات اللي انت جمعتها واللي انت عايز تبدلها بايه. لكن بيبسي ما كانتش متوقعه ان هيجي لها جواب في البريد فيه 3 ليبل لبيبسي ومعاهم في الفورم شيك ب $700,000 وطلب اننا محتاجين والله الهارير جيت ويكون لونها ازرق بيبسي. الكوره بقت في ملعب بيبسي والوضع هناك بصراحه كان هادي خالص، يعني قال لك يعني الواد ده اكيد بيهزر، يعني اكيد ده افيه يعني ان شاء الله، ده اكيد مش بجد، ده عيل بيلعب يعني. فاكرين الاعلان المشهور بتاع شركه فريسكا؟ يعني تخيل انت مثلا مدير في شركه فريسكا ولقيت طلب وجواب على المكتب بتاعك كده اول ما جيت الصبح من شاب فعلا عايز مارادونا يوهبه في خاد، اكيد هتاخد الموضوع بضحك طبعا وهتقول ده بيهرج. جون بقى سرح بخياله وقال لك يا ترى فعلا هيكون في لون ازرق بيبسي ولا يعني هاخده سيلفر بقى زي بقيه الطيارات. ويعني العشم بصراحه عمل معاه حاجات يعني مش احسن حاجه يعني، وكل شويه قاعد جنب صندوق البارود يقعد يفتحه ويشوف اذا كان جاله جواب ولا لا، وقاعد جنب التليفون يشوف شركه بيبسي هتكلمه ولا لسه، لحد ما فعلا وصلوا ظرف وعليه لوجو بيبسي. والله الدنيا هتضحك لك، ده انا هذبح عجل واقعد اخمس بيه كده على الطياره كده. بيفتح جون الظرف وكل التوقعات بتيجي في دماغه، وامه مسكت الكاميرا عشان خاطر تصور اللحظه التاريخيه اللي ابنها هيكسب فيها طياره اخيرا، وعماله بتفكر هيركنوها فين، قدام العربيه ولا على اول الشارع ولا هنشوف لها جراج ولا هنعمل ايه. فتح جون الجواب وابتدى يقرا اللي مكتوب جوه الجواب. الجواب كان مكتوب فيه: عزيزي جون لينارد، شكرا على مجهودك وعلى ثقتك في بيبسي. بس يعني معلش والله هي دي كانت نكته، هو انت نرم ولا ايه؟ بص على العموم الظرف ده فيه 2 كوبون لباكيتتين بيبسي تشربهم يا حبيبي بألف هنا وصحه ويعني وسعاده على قلبك يا رب ان شاء الله. ويعني بص ما تهزرش في الهزار ده تاني ماشي، وروق على نفسك كده يعني وشوف لك حياه يعني بجد يعني، عشان خاطر اللي انت بتعمله ده مش طبيعي يعني. شكرا على اختيارك بيبسي، خليك عطشان. بعدها بكام يوم بيبسي بترفع قضيه على جون لينارد وعايزه تاخد حكم محكمه انها مش ملزمه تدفع لجون اي حاجه خالص ولا تديله الطياره. طبعا الموضوع ده بالنسبه لجون يعني كارثه، ازاي هيقف قدام تيم المحاميين بتاع شركه عملاقه زي شركه بيبسي؟ الموضوع ده ممكن ياخد شهور وسنين كمان. جون وتود معهمش اي حاجه تثبت اي حاجه غير الاعلان اللي بيقول ان هو مقابل 7 مليون نقطه ناخد الطياره، الاعلان وبس. طيب احنا قلنا تقريبا كل الكلام اللي حصل بسبب الاعلان ده، بس اصلا خلينا نبص نشوف ازاي الاعلان ده اتعمل ومين اساسا صاحب الفكره العبقريه بتاعت الاعلان ده. صاحب الفكره هو مايكل باتي، واحد من انجح الكرييتيف دايركتورز في فتره التسعينيات وصاحب جوائز كتير جدا في الاعلانات، ومش هتكلم عنه كتير يعني لانه هو اسطوره بصراحه. انا احط يعني لينك فوق او لينك هنا او لينك في الديسكريبشن للبروفايل بتاع الراجل ده، انت بقى براحتك تشوف الحاجات اللي هو عملها. فكره الاعلان جت لمايكل لما افتكر وهو صغير في البلد حداهم يعني ان زمان كان في مكان زي التوحيد والنور كده بينزل عروض وبتاع في الكريسماس، وكانت العروض دي بتبقى في شكل كتالوج، وكان بيكون في اخر صفحه حاجه اسمها فانتازي بريزنت او الهديه الخياليه. دي عباره عن حاجه زي مثلا عربيه مرسيدس انتيكا، لا مؤاخذه بيضه تنين ذهب، غواصه لراكبين تقدر تنزل وتغوص بيها في اعماق البحار لو بس اشتريت مشتريات بقيمه مثلا $500، وكان بيتحط فيها ارقام فلكيه علشان خاطر تبقى فعلا الجايزه مستحيله، لسبب واحد بس انها تشغل دماغ المستهلك ان هو بس يقعد كده مع نفسه ويفكر ويقول لك ياه انا بس لو كسبت الغواصه النفرين دي يا نهار ابيض هروح اجيب بيها الكنز بتاع تايتانيك اللي ضايع ده. مايكل قال لك طب الفكره دي جامده، بس تعالوا نبدل الغواصه دي بطياره هارير جيت، وبالفعل عمل الستوري بورد بتاعت الاعلان وعرضه على شركه بيبسي اللي قدر يحول فيه اعلان ممل جدا لاي حاجه بتاع جمع واكسب لاعلان فعلا فيه فكره واعلان قمه في الروعه. لكن الستوري بورد اللي مايكل عمله ما كانش هو اللي طلع فعلا في الاعلان. مايكل كان شايف ان المفروض يطلع في الاعلان هو شاب زيي وزيك، شبهي وشبهك، قارن ورقي بورقك. الواد اللي هيكسب الطياره ده لازم يبقى الشاب الاندر دوج، الواد اللي مرمي في الفريند زون، الواد اللي هو مش اروش واحد كشكل وبيقعد رابع ورا، الواد ابو دم خفيف فاهمني، اللي ما عندوش مز لكن عنده بيبسي، وبسبب بيبسي يقدر يكون محبوب ويقدر يكون عنده الطياره الهارير جيت. لكن طبعا الفيجن دي ما عجبتش الكلاينت، ما عجبتش بتوع بيبسي، قال لك لا 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 احنا عايزين نجيب
يعني عايزين نجيب شاب كده موديل، شاب يكون وسيم. بنفكر مثلا في احمد مالك. وين بيحمى اخوه ولع. ولما طبعا الفاس وقعت في الراس، الكلاينت شركه بيبسي طلبت من مايكل والتيم بتاعه ان هم يعملوا اعلان جديد. عارفين بقى مايكل لما عمل النسخه الاولانيه بتاعت الستوري بورد، الرقم كان محطوط كام في الاخر خالص على الهاريت جيت؟ تخيلوا كان مكتوب 700 مليون نقطه، زي الكتالوج زمان اللي هو كان بيشوفه والحاجات اللي كان بيحبها زمان. لكن برضو الكلاينت في الوقت ده في واحد اعترض وقال لك يا جماعه معلش بس هو معلش بس هو الرقم ده كام؟ اصل انا شايف 7 وجنبها يعني دول كام؟ والله انا مش عارف اعد الاصفار والله. طب انتوا عارفين تقروا؟ عارفين بقى اللي هي الناس اللي بتبقى قاعده في الاجتماعات بتاعه الشركات، بيبقى في واحد بيتكلم وبيبقى في حواليه مينيونز كده، اللي هو كل ما يقول كلمه يقعد يقولوا فعلا عندك حق عندك حق. ده بالظبط اللي حصل، واتغير الرقم من 700 مليون نقطه ل 7 مليون نقطه عشان خاطر في واحد من الكلاينت مش عارف يقرا الرقم. تعديل كلفهم اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، فضيحه عالميه. وبعد كده الكلاينت جه عدل تاني وقال لك لا بص احنا هنحط 700 مليون نقطه وهنحط بعدها ما بين قوسين وي ار كيدنج جاست كيدنج، كاننا بنقول للمستهلك او للراجل اللي بيتفرج النكته اهي اضحك، اهي نكته اهي اضحك على النكته. وده طبعا في عرف الاعلانات يعني كارثه كبيره جدا، او بمعنى اصح ده اعتراف صريح من شركه بيبسي ان هم غلطوا في الاعلان، وان هم فعلا الموضوع بتاع الطياره ده مضطرين ان هم يفلفل الرغبه بتاعت جون لينارد. وكل الموضوع ده حصل بسبب ان في واحد مش عارف يقرا الرقم الكبير بس كده. جون اتفاجئ بمكالمه من الشؤون القانونيه في بيبسي وهم بيدعوه في اجتماع. جون بيكلم تود وتود بيكلم محامي صاحبه وبيروحوا يقابلوا بيبسي عشان خاطر يشوفوا الكلام عليه. سافر الثلاث رجاله ودخلوا الشركه وقعدوا في اوضه اجتماع، لقوا منتخب نادي نقابه المحاميين داخل عليهم وابتدوا الكلام بان يعني بس معلش بجد هو يعني انتوا عايزين ايه؟ رد محامي جون وقال احنا عايزين الطياره. لا بجد ما تهزرش بقى بجد، عايزين ايه يعني؟ عايزين كام يعني؟ اصل يعني بجد اصل الهارير جيت دي يعني هي طياره عسكريه يعني مش فاهم انتوا بتفكروا في ايه. المحامي قال له لا دي كده بقى دعايه مضلله واحنا يعني انتوا لازم توفوا بالعرض. واستمرت المناقشات لفتره وبعدها المحامين بتوع شركه بيبسي لمحوا يعني ان ممكن يكون ان احنا نوصل لحل وسط ويبقى فيه تسويه وممكن نعرض عليكم فلوس، وكتبوا في الورقه رقم 1 وقدامه 6 صفار، واتمنوا يعني ان شاء الله ان جون وتود يكونوا بيعرفوا يقروا الاصفار اللي جنب الرقم يعني. $1,000,000 ارنب. الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده سنه 96 1996 ها، فده ثروه. تود بقى الراجل الكبير قال لجون قال له يا ابني خد $1,000,000 دول وابتدي بيهم حياتك، حلوين مش وحشين زي الفل. جون تربس في الارض وقال له لا ماليش دعوه بقى انا عايز الطياره. اشمعنى مايكل جوردن عنده طياره خاصه وانا لا؟ ها يا ابني انت عبيط هتقارن نفسك بمايكل جوردن؟ يا ابني بقى كفايه عبط بقى خلاص انهي القصه هنا بقى. جون كان بجانب ان هو عايز الطياره كان شايف ان موقفهم قوي وان هو يقدر يضغط على بيبسي اكتر واكتر ان هو كمان ياخد تعويض اكتر من $1,000,000. لكن طبعا شركه بحجم بيبسي مش هتقدر تديله الطياره كده بسهوله ولا هيتلوي دراعها بسهوله، فدخلوا في معارك قانونيه معاهم بشكل طويل قوي. بيبسي اللي كان عندها فريق قانوني ضخم بداوا يضغطوا عليه ويقولوا لا اصل الاعلان مش صحيح، لا اصل احنا غيرنا الاعلان، لا اصل في ثغره هنا، اصل في ايديت هنا، اصل في ايه، اصل المسائل القانونيه، اصل الحاجات المهلبيه، اصل هنقدم طعن. ومش بس كده، المحامي بتاع جون كان واقف لوحده بطوله قدام قافله من المحامين بتوع شركه بيبسي. استمروا في النقاش لفتره طويله، وبالرغم من ان العرض كان كبير جدا الا ان الموضوع كان معقد بسبب الطبيعه القانونيه للعقد والاعلانات. المحامين بتوع بيبسي كانوا عارفين ان هم مش هيقدروا ينفذوا العرض زي ما هو، فقرروا يعرضوا تعويض اقل بكتير في الاخر. المهم يعني في الاخر ان تم التوصل لاتفاقيه تسويه ما بين الطرفين، والرقم اللي تم الاتفاق عليه كان اقل بكتير من المبلغ اللي اتعرض في الاول. ده طبعا بعد ما جون في الاخر وافق على موضوع التسويه، وجون خد مبلغ اقل بكتير من $1,000,000 اللي كانت معروض عليه في الاول. لكن القصه دي كلها فضلت مصدر جدل لسنين وسنين، ان ازاي شركه بحجم بيبسي تعمل اعلان زي ده وفي الاخر ما توفيش بوعدها اللي هي وعدته في الاعلان. طبعا احنا ما نقدرش نقول ان جون طلع من الموضوع ده كله خسران، الراجل يعني طالع له بحوالي يعني نص ارنب فيما فوق، بسبب ان هو بس شغل مخه شويه على الشركه، وكان ممكن يطلع بارنب كامل لو بس هو ما تربسش دماغه وقال لك انا عايز الطياره وبتاع، وابتدى ان هو ايه يحط العقده في المنشار. كل اللي حصل ده كان بسبب ان شركه بيبسي في واحد فيهم قاعد ما عرفش يقرا الرقم،
واضطر ان هو يعدل على الكرييتيف تعديل كان من وجهة نظره بسيط قوي، بس التعديل ده كلفه في الاخر ملايين الدولارات. المبلغ بتاع التعويض، الحروب القانونية، مرتبات المحاميين بتاعته. الشركة دخلت في فضيحة كبيرة واضطرت انها تدخل في محاكمات قانونية طويلة، وخلت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم عن الموضوع. مش قصدي كده يعني، انا من الناس اللي تسوى على فكرة. وده بيخلينا نوصل للنقطة بتاعت لو انت كلاينت وفي حد كرييتيف جالك، اسمع منه للاخر، عشان خاطر التعديلات اللي انت بتبقى شايف ان هي من وجهة نظرك بسيطة ويعني مش هتأثر في حاجة، ممكن توصلك لكارثة، لان الكرييتيف بيبقى بيفكر في كل حاجة ليها علاقة بالاعلان من اول نقطة لحد اخر نقطة. الحلقة دي من اعداد وتقديم محمود النجار، وبالمناسبة الحلقة دي مكتوبة والفوتج اللي كان متصور في الاول متصور من 2023، من حوالي تقريبا سنتين. انا عايز اشكر في النهاية كل حد شارك في الحلقة دي ان هو يطلع ويقول لنا، سواء اذا كان هو بيحب بيبسي او كوكاكولا، اللي اغلبيتهم من صحابي وحبايبي وقرايبي يعني. عايز اشكرهم جدا، وعايز اشكرك لو انت لسه مكمل لحد دلوقتي ان انت بتتفرج على نجار مسلح برغم الظروف. الحمد لله احنا لسه مكملين، الحمد لله رب العالمين، احنا لسه شغالين. مش عارف الحلقة دي ممكن تبقى اخر حلقة في نجار مسلح في الحياة عامة، وممكن نكمل، بس الله اعلم. على العموم لو انت لسه مكمل في القناه لحد دلوقتي ومش عامل سبسكرايب، يا ريت تعمل سبسكرايب في القناه واعمل لايك لو الفيديو عجبك، واكتب تحت في الكومنتس لو انت طلعت في الفيديو او ما طلعتش في الفيديو، حاببنا نتكلم عن مواضيع تانية ان شاء الله لو قررنا ان احنا هنكمل. كنت معاكم انا محمود النجار في نجار مسلح، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه خلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم.